كونيتشيوا ميناسان، كيف حالكم يا أعضاء منظمة SCP-9؟ أتمنى أن تكونوا في ألف خير. السلسلة تقرير عن شخصية تعود إليكم أخيرا بعد انقطاع طويل جدا عنها. استضافت السلسلة سابقا شخصيات وازنة جدا كمونكي دي غارب، دراكول ميهوك، سيلفر ريلي، وأخرى محترمة كشارلوت كاتاكوري. اليوم السلسلة سيحصل لها شرف استضافة شخصية أقل ما يقال عنها بأنها أسطورية بمعنى الكلمة. ضيف اليوم هو وجه العدالة الطاغية، قائد الأسطول ساكازوكي أكاينو. أوكي، ساكازوكي أكاينو 55 سنة، جندي بحرية، تدرج من مختلف الرتب العسكرية من نائب أدميرال إلى قائد الأسطول، وهو يتزعم قيادة أقوى منظمة في العالم وهي البحرية. شخصية أكاينو يطغى عليها العصبية المفرطة، فنادرا ما تجد ساكازوكي هادئ الأعصاب، خصوصا بعد توليه لمنصب قائد الأسطول وما تبعه من مسؤوليات لتسيير البحرية بالكامل، وكذا مراقبة تحركات القراصنة. من مميزات شخصية أكاينو وهو أنه متغطرس، واثق جدا من قوته، فهو إذا قال فعل. لعل أبرز ما حققه هي كلماته لأقوى رجل في العالم، اللحية البيضاء في المانيفورد، حينما تبادلا قصف الجبهات: لماذا لا تشعل شموع عيد الميلاد بدلا من هذا يا فتى الماغما؟ ضحكة تلتها كلمات قاسية منه: هذه النيران كانت من أجل إنارة جنازتك أيها اللحية البيضاء. وهذا ما حدث بالضبط. مشهد آخر: عندما وصل قبعة القش لساحة الحرب، علق ساكازوكي عن ذلك قائلا: إذن هذا هو حفيد بطل البحرية غارب وابن الثوري دراغون، يتوجب علينا الترحيب به كما ينبغي. وهذا ما حدث بالضبط. حتى ردة فعله وتعابير وجهه تكون معبرة جدا بدون الحاجة لكلام حثة. فمثلا عندما حصل اللحية السوداء على فاكهة الزلزال ونطق بكلمات أكبر منه آنذاك، وهو أن عصره قد حان، العصر الذي سيحكم فيه العالم. رمقه ساكازوكي بنظرات تقول: من هذا بحق الجحيم؟ هل يتكلم بجدية حقا؟ لطالما كانت ردات فعله حول أخبار العالم محط أنظار الجميع. فمثلا ردة فعله على خبر إسقاط أتشيبوكاي دو فلامينغو على يد قبعة القش حصد على أكثر من 14 مليون مشاهدة. ردة فعله الأخرى على عدم مقدرة الأدميرال فوجيتورا القبض على قبعة القش ولاو في طريقه نحو 7 مليون مشاهدة. لذلك قال هذا الشخص في تعليقه بأن أكاينو يجب عليه أن يفتح قناة خاصة بالرياكشن أو ردة الفعل، فسيحقق نجاح باهر جدا. خلينا من هذه الأمور التقنية ولنعود لأول ظهور لساكازوكي في الأنمي. لنبدأ أولا بالصورة التي رسمها أودا لساكازوكي وهو صغير: ملابس بالية، حذاء بدون مقدمة، آثار المعاناة التي تدل على الطفولة صعبة جدا، بادية على الصورة شكلا ومضمونا. ولعل أن العدالة المكتوبة على قبعة هي من جعلت من أكاينو الآن يتسيد البحرية للسهر على تطبيق العدالة بنفسه. في عمر 23 سنة التحق ساكازوكي بصفوف البحرية رفقة زميله بورسالينو الذي كان يكبر آنذاك ب3 سنوات، وتدربا على يد الأدميرال السابق زيفر، ومنذ التحاقهما عرفوا حقا بالوحوش. ظهوره الأول في القصة كان بعد ترقيه لمنصب نائب أدميرال، وحين قام بأول حركة له وهي تدمير سفينة الناجين من أوهارا. ومنذ ذلك الحين اتضح للجميع بأن عدالة ساكازوكي عدالة سوداء. الرجل صارم جدا لا يرحم أبدا، وهذا ما رأيناه أيضا في الحرب حين قام بقتل بعض الجنود الذين انسحبوا من ساحة القتال، والذي يعتبر أمر غير مقبول أبدا مهما كانت الأسباب، خصوصا أن البحرية لها الأفضلية الكاملة على عدوها نظرا لعددهم وتنظيمهم
المحكم. لذلك أكاينو قام بقتل الجنود واعتبر الأمر خيانة للعدالة، العدالة التي تزخرف زيهم العسكري ورمز للتضحية والأمن في سبيل تحقيقها على هذا العالم الذي يضم مجرمين في كل مكان أبرزهم القراصنة. لذلك أكاينو يمقت ويحمل عداوة وبغض شديد جدا على القراصنة، وهذا طبيعي لأن القراصنة هم المجرمين. لكن اختلافه عن باقي جنود البحرية هو أن له ماضي مؤلم جدا قاسي سببه القراصنة. لذلك فهو الرجل الأكثر كرها للقراصنة من بين جميع الأدميرالات. أكاينو كان آخر أدميرال يظهر قبل السنتين. حتى في السعدادات البحرية للحرب لم يتم كشف عن شكله، واكتفى الكاتب بتعليق صغير عنه كان كالتالي: مبعوث العدالة الصارم. هذه الكلمات توحي بشكل واضح جدا على أن الأدميرال أكاينو سيكون له دور كبير جدا في حرب القمة، وهذا ما حدث بالضبط. صرامته واستماتته كانت لها دور كبير جدا في انتصار البحرية على اللحية البيضاء، رغم أنه كان آخر الأدميرالات تحركا في الحرب، إلا أنه استطاع حقا خطف الأضواء. جوزو يحطم أرضية الحرب التي جمدها أوكيجي مشكلة صخرة عملاقة جدا، أرسلها مباشرة نحو منصة الإعدام. ضخامتها جعلت الجميع يراهن عليها لتشكيل خطر محدق قد يؤدي إلى تحطيم منصة الإعدام لملا. لكنهم أغفلوا أمر مهم جدا، وهو أن ساكازوكي ما زال جالس في مقعده يتفرج على الحرب وكأنها فيلم وثائقي لحروب القرون الوسطى. تحركه هذا كشف لنا عن أقوى فاكهة هجومية في القصة، وهي الحمم، الماغما، اللافا، أحر عنصر طبيعي، مما جعلت من الصخرة العملاقة تذوب بسهولة أمام حممه الحارقة. تحركه الثاني جاء تطبيق لأمر من قائد الأسطول سينغوكو بإذابة كل الجليد الذي أحدثه أوكيجي، لكمات موجهة للسماء تتلبت الغيوم، الجميع في انتظار ما سيحدث لاحقا. المفاجأة: قبضات من الحمم تسقط على رؤوس القراصنة كوابل من المطر، مما أدى إلى تدمير سفينة الموبيديك. أما حركته الأولى في ساحة الحرب كانت لإيقاف باتش اللحية الذي كان يستعرض قوته التدميرية على جنود البحرية الضعفاء. آنذاك تصدى له أكاينو برجله فقط وأيديه في جيبه، وكأنه غير مبالي بلقب اللحية وصيته العالي بين أوساط القراصنة، ولا حتى كلمات قائده سينغوكو الذي أرعب الجميع حين قال بأننا لسنا ضامنين الفوز عليهم، لأنه ببساطة عدونا لديه القدرة على تدمير العالم. وها هو أكاينو يوقف الرجل الذي أرعب سينغوكو وغارب ويداه في جيبه. تبين لاحقا على أن أكاينو كان ندا لند مع اللحية البيضاء، واتضح ذلك في التصادم الأول حين كانت الكفة متساوية تماما، إلى أن سقط اللحية بفعل قوة الاصطدام وأجهز عليه. وهناك قال كلماته المثيرة: هل سأكون الصوت الأخير الذي ستسمعه قبل موتك؟ وتركه بعد ذلك يكمل الحرب بفجوة على بطنه تذكره بأن لا مجال له أمام قوة ضاربة كالبحرية. لم يكتفي أكاينو بهذا، فسرعان ما أجهز على قبضة النار إيس أمام أنظار الجميع. مباشرة انتقل للترحيب بقبعة القش كما ينبغي. لكن جينبي الشيبوكاي السابق كان له رأي آخر. تكبد لاحقا نتائج الوقوف في وجه صديقنا أكاينو، وحتى لما انطلق كالبرق كل من ماركو وفيستا رغبة منهم بقتل أكاينو بعد مشاهدتهم لموت إيس أمام أعينهم، لم يستطيعوا حتى زحزحته من مكانه، فما بالك بخدشه، إلى أن تدخل أقواهم بغدر من الظهر ظنا منه بأنه قادر على قتل هذا الوحش الذي يعيد في المارينفورد فسادا. نهض أكاينو غير مدرك لما حدث له، استجمع ما أتيح له من تركيز موجها ضربة أخرى شقت نصف رأس أقوى رجل في العالم، فيما الآخر رد عليه بضربة جمع فيها كل ما يمتلك من قوة مركزة في قبضته، جعلت من أكاينو يتقيأ الدم.
كيف لا، والضربة هذه كسرت الساحة والجدران والقلعة مخلفة دمار هائل. والمفاجأة أن أكاينو ما زال في وعيه، وأكثر من هذا يشتم اللحية وهو ساقط في فجوات الأرضية المحطمة. ظن الجميع أن أكاينو قد هزم، أكاينو قد مات، أكاينو خارج اللعبة، إلا أنه لم يترك لهم المجال لنظرياتهم وتحليلاتهم الفاشلة، متشبتا بأحد الشقوق وعائدا لساحة الحرب وبقوة. حينها وجد اللحية قد لفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة الأضرار التي خلفها عليه، وحول تركيزه هذه المرة على بطل القصة. الرعب الذي عاشه قبعة القش أمام أكاينو لم يحدث وأن شعر به من قبل، لدرجة أنه استسلم ودخل في نوبة صدمة أغابته عن الوعي. لعلها كانت أفضل له، وإلا لاستمر في عيش الكابوس وسيتمنى فقط انتهاءه حتى لو كلفه ذلك حياته. أكاينو في المارينفورد حول أنمي وان بيس من أنمي شونين لطيف إلى أنمي سينين دموي. لم يسبق لي أن رأيت شخصية جلادة مثل أكاينو، يمشي ويجلد يمشي ويجلد، لم يسلم أحد من حممه، من كبيرهم إلى صغيرهم. الرجل عاد من معركة مميتة ضد أقوى رجل في العالم، الدماء المتناثرة توحي لضراوة القتال بينهم، إلا أن هذا لم يمنع ساكازوكي من الاستمرار في مهمته، وهي الترحيب بقبعة القش كما ينبغي، فاتخذ وضعية الهجوم رغم الأضرار التي تلقاها. لم يستطع لا ماركو ولا جيمبي ولا إيفانكوف ولا إنازوما ولا كروكودايل من إيقافه، حتى أنهم شكلوا فريق اجتمع فيه قادة أقوى طاقم في العالم رفقة الشيبوكاي السابق كروكودايل، ظنا منهم بأنهم قادرين على إيقاف باتشي، إلا أنهم ورغم ذلك لم يسلموا من حممه الفتاكة، والتي جعلت من قائد الفرقة العاشرة كوريل يسقط أرضا أمام أنظارهم جميعا. ولا حتى صرخة جندي بحرية التي جعلت المارينفورد تقف لسماع كلماته كانت بمثابة تضييع وقت لساكازوكي في سبيل القضاء على قراصنة اللحية البيضاء. ماذا عسانا أن نفعل أمام هذا الوحش؟ سؤال تردد كثيرا لدى أقوى طاقم في العالم، إلى أن أتاهم الفرج، وكان بقيمة يونكو آخر اسمه الشال الأحمر شانكس، فقط لإيقاف ساكازوكي الجريح. نطوي صفحة المارينفورد والتي كانت حرفيا مسرح لتألق أكاينو على حساب أقوى رجل وأقوى طاقم في العالم. دائما ساكازوكي عندما يتحرك فإن عاصفة على وشك الحدوث. اللحية السوداء يعرف جيدا هذا الأمر، لذلك عند سماعه بقدوم أكاينو هرب هو وطاقمه بدون تفكير، حتى أنه سمح في غنيمة قيمة جدا وهي بوني. أكاينو في المقايضة سيأخذ الغنيمة والسلعة معا، وهذا ما حدث بالضبط. لعل ما جاء في فيفر كارد فانوغر يفند كلامي. فانوغر قناص ماهر كان قادر على كشف عدو قوي جدا كان سيضع الطاقم في ورطة محققة. الظهور الثالث لأكاينو كان على لسان جيمبي، حينها تعرفنا عن أقوى معركة في تاريخ وان بيس، معركة أكاينو ضد أوكيجي. هذه المعركة أو لنقول الملحمة لوحدها يلزمها التقرير لوحدها. سيظهر لكم المقطع في الأعلى يتحدث عن هذه المعركة الأسطورية. خلال هذه المعركة أبان فيها أكاينو على جانب لم يسبق لنا أن رأيناه فيه، وهو الجانب العاطفي، فقد أشفق على زميله السابق أوكيجي وتركه يعيش. بعدها تسلم قيادة المارينز، وأول خطوة قام بها هي نقله لمقر البحرية للعالم الجديد. هذه البادرة تعد تاريخية بكل معنى الكلمة، فهو يهدف إلى تحرير العالم الجديد من سطوة اليونكو الذين يتقاسمون أراضيه، وكذا إيقاف صعاليك الجيل الجديد. باختصار يريد أن يبقى قريب جدا من أحداث العالم الجديد. ظهوره الأول كقائد أسطول كان في الماريجوا محادثا الجوروسي، حينها بدت بوادر قوة الشخصية، غطرسة، تسلط، عدم الاحترام. كان من الواضح أنه لا يعير اهتماما لمن هم أعلى سلطة منه.
サイファーポールか。早え話が。あんたらも頭飛び越えられたんと違いますか。天竜人の傀儡に。口を慎め杯。فلا تتفاجأ إذا انقلب عليهم في سبيل تحقيق العدالة على الجميع. لباسه الأبيض والحرق على عنقه امتدادا لأسفل عينه زاده الشراسة وفخامة. لعل أن كثرة كلامه وقلة تطبيقه بعد السنتين راجع لتوليه منصب قيادة الأسطول، وبالتالي كبل نفسه من التحرك، لأن الأدميرالات هم من يخرجون في مهمات، في حين يكتفي قائد الأسطول بالمراقبة وإعطاء الأوامر وكذا التسيير. يا ليته بقي أدميرال، لكنا رأيناه في دريسروزا للقبض على قبعة القش، بما أنه أكثر قرصان عبثا في العالم الجديد. كنا شفنا أسهم دريسروزا يصعد بقوة لينافس أفضل الأركات كالمارينفورد والشابوندي. رغم كل هذا أكاينو يعتبر شخصية مكروهة جدا، لكن من طرف الأطفال فقط، لذلك أطلقوا عليه الكثير من الإشاعات، الأكاذيب، الاستصغار والاحتقار. أكاينو كان من المفترض أن يموت بعد أن سقط في الشق، لكن المحرر نصح أودا بأن يعيده للحياة لأنه مفيد للقصة. لا تعليق. أكاينو كلب الحكومة، وهو كان يصرخ على التنريوبي وينعتهم بالدمى. أكاينو ممسحة المارينفورد، وهو الذي أذاقهم الرعب فردا فردا من كبيرهم إلى صغيرهم. أكاينو ارتعب من شانكس، وهو الذي جعله يرتدي عباءة خوفا من كشف أمره. كل هذه العبارات والاستصغار تدل على أن أكاينو عامل ضغط كبير جدا للفانس، آسف أقصد الأطفال، لأنه أصلا كبير عليهم. الكاتب بنفسه يحترم شخصية أكاينو جدا، لأنه اقتبس من ممثله المفضل بونتا سوغاوارا. قال عليه أودا: الرجل الأوسم بالعالم مع أفضل تكوين جسدي. أرقد بسلام، سأرسم أكاينو باحترام عظيم. كلمات كبيرة جدا من أودا تدل على احترامه الكبير لشخصية أكاينو. فأكاينو يعتبر الشخصية الأوسم والأفضل عنده في القصة. كيف لا وقد أعطاه أقوى فاكهة هجومية كما جاء في الفيفركارد. أيضا ضرب به المثل حين سئل عن مسألة إعطاء قبعة القش فاكهة ضعيفة، وقال بأنه لو كان أكاينو بطل القصة لاستطعت وضع نهاية لون بيس في غضون سنة واحدة. قال نهاية وليس فقط إيجاد الون بيس، هذا يشمل حتى إسقاط الحكومة. كلام كبير جدا من الكاتب بنفسه يقر ويفند مسألة أن أكاينو شخصية على هرم القوة داخل البحرية، تنتظر فقط تطور قوة بطل القصة حتى يصل لأعلى مستوياتها ويتواجه في قتال مميت لتصفية الحسابات بينهم. أكاينو شخصية قوية جدا، وسيمة جدا، وحتى مؤدي صوته فخم جدا، وهو تاتشكي فوميهوكو. هو نفسه مؤدي صوت زاراكي كينباتشي من بليتش والراوي من أنمي كايجي. صوت رهيب جدا يليق على ساكازوكي، مما زاده فخامة وقوة. أوكي، الآن نأتي لمرحلة التقييم. القوة 10/10، الرتبة 10/10، المظهر 10/10، الفخامة 10/10، التقييم النهائي 10/10.